مش شرط عشان تطلع جودة صوت كويسة ان يكون معاك مايك غالي، لانك ما تقدرش تتحكم في الضوضاء او البيئة اللي انت بتسجل فيها. يعني لو جنبك صوت مروحة او تكييف، صوت عربيات او قطر، عيال بتلعب، عمال شغالين تحت بيتك، كل الحاجات دي انت ما تقدرش تتحكم فيها. بس اللي انت ما تعرفوش او يمكن تعرفه ان في مواقع بتشيل كل النويز اللي حواليك بكل سهولة بالذكاء الاصطناعي. بس للاسف انا كنت بعاني مع المواقع دي لان الخطط المجانية محدودة جدا ومش بتكفيني، وكنت بضطر كل شهر ادفع الاشتراك بتاع الاداة دي، لحد ما لقيت الحل اللي هشاركه معاك في الفيديو ده. موقع خرافي برضو بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، هيشيل كل النويز اللي حواليك وهيخليك تطلع جودة صوت ممتازة، والاهم ان احنا نشترك فيه مرة واحدة بس ومش هندفع تاني مدى الحياة. طيب تعالوا نعمل تجربة عملية ونشغل مروحة، تمام، صوتها مزعج جدا، ونسجل على الموقع في نفس ذات اللحظة. خلاص. طيب دلوقتي انا المفروض شغلت المروحة، انا متأكد دلوقتي ان الصوت جودته سيئة جدا، فهنبدأ نسجل بشكل مباشر من خلال الموقع ونشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة بنجرب موقع اكساوند اللي بيساعدنا في اننا نقدر نشيل النويز الموجودة في الصوت بتاعنا. فتعالوا نشوف النتيجة عاملة ازاي. المفروض المروحة شغالة جنبي والصوت مزعج جدا. تعالوا نشوف النتيجة على الموبايل بدون استخدام البرنامج، والنتيجة على الكمبيوتر واحنا بنسجل من خلال البرنامج. طيب خلينا نكمل شرح من الكمبيوتر عشان نشوف الخطوات العملية مع بعض. دلوقتي انا جوه الموقع، وتعالوا نشغل الريكورد اللي احنا عملناه من شوية ونشوف. طبعا الصوت اللي احنا نسمعه دلوقتي بدون ازالة النويز، فتعالوا نشوف قبل وبعد. يلا بينا. السلام ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة بنجرب موقع اكساوند اللي بيساعدنا في اننا نقدر نشيل النويز الموجودة في زي ما احنا سامعين صوت المروحة طالع في التسجيل. كل اللي هنعمله بقى هندوس على بروسيس ونسيبه ياخد وقته لحد ما يخلص. اللي انا لاحظته من تجربتي حتى الان في الموقع ده انه بياخد وقت اطول في الفيديوهات اللي انت بتسجلها بشكل مباشر. اما لو انت رافع له ملف صوتي انت سجلته قبل كده على تليفونك مثلا او ايا كان، وفي نويز وانت عايز تشيلها، بترفع الملف على الموقع على طول، ده بيتشال بسرعة جدا، ما بياخدش 10 ثواني تقريبا. اما لو انت كنت بتسجل بشكل مباشر من خلال الموقع زي ما احنا عملنا دلوقتي، ده بياخد شوية وقت. الموقع خلص خلاص، تعالوا بقى نشوف هل شال النويز ولا لا ونشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة بنجرب موقع اكساوند اللي بيساعدنا في اننا نقدر نشيل النويز الموجودة في الصوت بتاعنا. فتعالوا نشوف النتيجة عاملة ازاي. المفروض المروحة شغالة جنبي والصوت مزعج جدا. تعالوا نشوف النتيجة على الموبايل بدون استخدام البرنامج، والنتيجة على الكمبيوتر واحنا بنسجل من خلال البرنامج. زي ما سمعنا دلوقتي شال صوت المروحة تماما، نقى الصوت جدا، طلع الجودة بشكل احترافي جدا. بالنسبة لي انا راضي جدا جدا عن الموضوع ده، واعتقد ان في كونتنت كرييتورز كتير الموقع ده هيساعدهم جدا الفترة الجاية، خاصة ان احنا داخلين على الصيف والحر، فغالبا هيكون في جنبك مروحة شغالة او صوت تكييف طالع في الخلفية او ايا كان النويز اللي حواليك. مش هتشيل هم الكلام ده تاني خلاص، باستخدام الموقع ده هتقدر تتعامل براحتك. طيب تعالوا نجرب البرنامج مع بعض ونرفع له ملف صوتي جاهز عشان نشوف هل هو سريع ولا لا. وعايز اوريكم كام ميزة تاني في الموقع. طيب نرفع له مثلا الملف الصوتي ده، هو بالفعل جودته كويسة، ما فيهوش نويز كتيرة ولا حاجة، ولكن انا عايز اوريك السرعة. بص هنا طالما الملف انت رافعه بشكل مباشر. وعايز اوريك ميزة كمان هنا مفيدة جدا جدا. شايف كلمة الفويس كلون؟ هتدوس عليها تبدأ تختار الصوت اللي انت عايزه. طبعا لو دوست كده يطلع لك اصوات كتيرة، اختار منها. لو عايز تسمع الصوت مثلا بتاع الشخصية دي هتقف عليه وتدوس هنا عشان تسمعه. ده صوت مارك. الميزة دي باختصار بتبدل صوتك مع الصوت اللي انت اخترته من هنا، ودي هتبقى حلوة جدا جدا لو انت عايز تعمل محتوى بدون ظهورك وبدون صوتك، ولكن عايز تطلعه بلهجة مصرية. وحتى وقت تسجيل الفيديو ده لسه ال AI ما بيطلعش اللهجات المصرية وبيغلط في كلام كتير قوي. فلو انا عايز اعمل محتوى بلهجة مصري، بكل بساطة هسجل انا السكريبت الاول وهاجي
هاجي هنا على الموقع ده وافعل ميزة الفويس كلون واختار اي صوت من هنا، وبكده انا حليت المشكلة وما دفعتش اي حاجة. كل اللي انا عملته اني سجلت وعملت فويس تشينجر بس، وهوريكم الجودة دلوقتي حالا. تمام، تعالوا كده نشوف مع بعض. انا هنا فعلت الخاصية اهو، وهدوس على بروسيس. برضو ما بياخدش وقت خالص زي ما انت شايف، يعني خلال 4 ثواني مثلا وصلنا ل 70% تقريبا اهو. تخيل تعمل نسخة من تريلر فيلم لورد اوف ذا رينجز باسلوب جيبلي في اقل من 9 ساعات شغل وبتقريبا $50 بس. واخد بالك احنا بنتكلم عن حاجة كانت ممكن تاخد شهور من الشغل والاف الدولارات، ولكن الراجل عمل الفيديو اللي قدامكم ده في 9 ساعات شغل باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي. تعال اقول لك عملها ازاي. اول خطوة اخد سكرين شوتس لكل المشاهد الموجودة في التريلر الاصلي. سمعت الصوت عامل ازاي؟ هو باختصار هنا بدل صوتي مع صوت مارك ده. طبعا انت عندك اصوات كتيرة جدا، في اصوات ستات واصوات رجالة، اختار الصوت المناسب ليك. فدي برضو ميزة رهيبة جدا في الموقع بجانب الميزة الاساسية اللي انا اشتركت عشانها، وهي النويز ريموفر وخاصية تحسين جودة الصوت. ولو بصينا على البرايسنج هتلاقي ان هو فيه خطة مجانية وبتديك لحد 30 دقيقة، بس الفايل اللي هيطلع لك ما هيزيدش عن 30 ثانية. يعني لو انت حطيت فايل دقيقة، لا اخرك تاخد 30 ثانية منه، وبعد كده تعمل ال 30 ثانية الباقيين. وبعد كده عندك الخطة البيسك دي $5 في الشهر، وبعد كده عندك خطة الكرييتور دي $19 في الشهر، وبتديك لحد 100 دقيقة من الفويس كلونينج كل شهر. تمام، سيبك بقى من كل الاسعار اللي فاتت دي، احنا ما بنشتريش اشتراكات شهريه، احنا هندفع مره واحده بس وهناخد اشتراك في الموقع ده مدى الحياه، وده من خلال موقع ابسومو. زي ما انت شايف هتكلفك $60 بس، هتدفعهم مره واحده بس وهيبقى معاك كل المميزات دي كده. اقل خطه على الموقع اللي هي $60 دي بتديك ايه؟ لايف تايم اكسس، وبتديك 20 ساعه كل شهر. يعني كل شهر بتتجدد، مش 20 ساعه مدى الحياه، لا انت كل شهر بتاخد 20 ساعة لتحسين الصوت. طبعا 20 ساعة ده رقم ضخم جدا جدا من المحتوى، يعني هيناسب تقريبا 90% من الناس. وعندك 5 ساعات من الفويس كلونينج، مش 100 دقيقة بس زي موجود في خطة الكرييتور هنا اللي هي $20 كل شهر، لا انت هنا هتدفع $59 بس، يعني تقريبا اشتراك 3 شهور من خطة الكرييتور، وهتاخد مدى الحياة كل شهر 5 ساعات من الفويس كلونينج بالاي اي. عندك بقى ترفع عدد لا نهائي من الفايلز والفيديوز وكل المميزات التانية دي، ابقى اقراها براحتك. لو انت بتطلع في الشهر عدد ساعات كبير من المحتوى اكتر من 20 ساعة، فممكن تخش على الخطة التانية اللي هي $170، ودي بتبقى مدى الحياة بس بتديك unlimited، يعني عدد لا نهائي من الساعات زائد 20 ساعة شهريا للفويس كلونينج وباقي المميزات. طبعا رابط العرض ده سيبهولك في التعليقات وفي وصف الفيديو. ولو انت حابب تشتري من الموقع ومش متوفر معاك فيزا دولارية، هتكلمني وهساعدك في حل المشكلة دي ان شاء الله. وقبل ما اختم في حاجة كمان عايز اقولك عليها، ده انت بتاخد خصم 10% لو انت اول مرة تشتري من موقع ابسومو، فهتلاقي $59 دي هتبقى تقريبا $54 بس. دول هتدفعهم مرة واحدة ومش هتدفع تاني خالص، وكأنك اشتريت مايك احترافي، ومش هتشيل هم الصوت الوحش ولا النويز اللي في الشارع. سجل يا باشا في اي وقت براحتك، مهما كانت البيئة حواليك عاملة ازاي، سجل براحتك، وكده كده هتقدر تطلع جودة صوت خرافية من خلال الموقع ده. اتمنى يكون العرض عجبكم، ولو عندك اي سؤال عرفني.